موسم زوال النحس وتحقيق المعجزات. وأخيرا نادي توتنهام يتوج بأول لقب له منذ سنة 2008. توتنهام الذي كان دائما ما يصل للنهائيات، ينشط العديد من البطولات، ينافس على الدوري الإنجليزي الممتاز في كثير من الأحيان ويحتل المراكز الأولى، لكن في الأخير لا يتوج بأي لقب له. توتنهام هذا الموسم كسر القاعدة هو ولاعبه هاري كين. هاري كين الذي لطالما ارتبط اسمه بالنحس وقالوا عليه المنحوس منحوس ولو علقوا فوق رأسه فانوس. هذا العام كسر هذه القاعدة، توج بأول لقب له في مسيرته الكروية مع نادي بايرن ميونخ، وتوتنهام حقق أول لقب له منذ سنة 2008. وكأن هذا اللاعب الممتاز والذي لطالما ترك بصمته في كرة القدم الإنجليزية ومع نادي توتنهام ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 وخسره لصالح ليفربول، قررت أن تنصفه كرة القدم هذا الموسم وناديه توتنهام. عندما تدقق في قصة هذا اللاعب وهذا النادي تعتقد بأن هاري كين كان نحسا على توتنهام وتوتنهام كان نحسا على هاري كين. خروج هاري كين مباشرة في أول موسم له من نادي توتنهام يتوج بلقب وهاري كين يتوج بلقب. والشيء الأجمل من كل هذا هو أن مدرب توتنهام دائما في الموسم الثاني مع كل الأندية التي دربها يتوج باللقب. ففي بداية الموسم عندما سألوه هل ستسير على خطى المواسم الماضية وتتوج بلقب في ثاني موسم لك تدريبي مع أي نادي تدربه كما جرت عليه العادة، قال بما أن هذا الموسم التدريبي الثاني لي مع نادي توتنهام سأتوج باللقب، وحدث ما قال.